صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء، وتحياتي لكم جميعا أينما كنتم. معانا دلوقتي الإصدارات الورقية للعملات المصرية، جميع الفئات الورقية التي يصدرها البنك المركزي المصري، الفئات الورقية فقط وليس البلايمر، اللي هو الجنيه الورق. ده الوجه الأول بتاعه، ده الوجه التاني بتاعه. المعلوم طبعا انه حاليا توقف اصدار هذه الطبعة من العملة الورقية النقدية المصرية، توقف طبعها نهائيا دلوقتي. الاصدار الثاني بيصدر ورق فئة 5 جنيه مصري، ورق. ده الوجه الاول بتاعها، ده الوجه الثاني للعملة المصرية برضو فئة 5 جنيه. ولا زال يتم إصدارها حتى الآن، حتى هي بتوقيع المحافظ البنك المركزي الجديد حسن حامد، الأستاذ حسن حامد. بيصدر حاليا برضو ورقة نقدية ورقية فئة 10 جنيه. ده الوجه الأول بتاعها، ده الوجه التاني. حاليا تم توقف إصدار الطبعات النقدية الورقية من فئة 10 جنيه، ويتم حاليا إصدار أوراق فئة 10 جنيه فئة البلويمر، وتم التوقف عن إصدار الورق النقدية فئة 10 جنيه. الورق يتم إصدارها ورق، يتم إصدار فئة 10 جنيه بلويمر. وقفوا حاليا إصدار ورق 10 جنيه الورق. 20 جنيه ورقية، ده الوجه الأول ليها. ده الوجه الثاني لهذه العملة الورقية النقدية المصرية فئة 20 جنيه الورق. من المعلوم أنه البنك المركزي المصري توقف عن إصدار الورقة النقدية الورق فئة 10 جنيه، ويقوم الآن بطبع ورق بلويمر فئة 20 جنيه، وتوقف عن إصدار العملة الورقية، وبيطبع حاليا ورق بلويمر فئة 20 جنيه. الورقة التانية برضو اللي هي فئة 50 جنيه، اللي بيقوم البنك المركزي المصري بطباعتها. ده الوجه الأول للعملة. ده الوجه الآخر للعملة فئة 50 جنيه مصري. ولا زال البنك المركزي المصري يقوم بطبع أوراق نقدية ورقية من هذه العملة.
ورقة فئة 100 جنيه مصري. ورق. ولا زال البنك المركزي المصري يقوم بطباعة أوراق نقدية ورقية فئة 100 جنيه. لا يزال البنك المركزي المصري يقوم بأوراق نقدية فئة 100 جنيه ورق، مطبوعة هي حاليا باسم محافظ البنك المركزي الأستاذ حسن عبد الله، وهو محافظ البنك المركزي الحالي. الوجه الآخر للعملة. ورقة فئة 200 جنيه مصري، وهي أعلى الفئات الموجودة في العملة المصرية. من فئات العملة المصرية 200 جنيه، بيقوم بطباعتها البنك المركزي المصري، ويقوم طباعتها أيضا من عملة ورقية، ولم يصدر منها أي إصدارات بوليمر حتى الآن. ده الوجه الأول ليها. ده الوجه الآخر للعملة المصرية فئة 200 جنيه، أعلى فئة يصدرها البنك المركزي، وهي تحمل في الخلفية صورة للتمثال الكاتب المصري. وهي أعلى الفئات كما ذكرنا يصدرها البنك المركزي المصري. نرجو من حضراتكم إن أنتوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للفيديو وتشتركوا في القناة، ونتمنى لكم دعم، ونتمنى منكم دعمنا، وشكرا لكم جميعا، وإلى اللقاء في حلقات قادمة.